في الشوط الأول كان أداء الأرجنتين قوي بعكس السعودية اللي كانوا بس يعتمدوا على الهجوم، فهذا خلاهم منهم يعني يستقبلوا أهداف بعضها كانت ملغية بسبب التسلل. وفي الشوط الثاني نزل مستوى الأرجنتين وارتفع مستوى السعودية ورجعوا النتيجة وصارت ريمونتادا تاريخية يعني فرحت جميع الشعوب العربية. قبل المباراة توقعاتي كانت نوعا ما مخيبة للأخضر السعودي. بداية توقعت أن بنطلع بشرف، هذه بداية. بس بعد ما شفت الأجواء وشفت اللعب بداية المباراة والشوط الأول بما أن كان داخلين بخسارة اللي هي 1-0 عن طريق ضربة جزاء، تفائلت صراحة لما شفت الروح والأداء العالي اللي جالسين يظهروا فيه المنتخب السعودي، وتأملت خير في الشوط الثاني حقيقة. وما توقعت أن المنتخب السعودي بيطلع بهذه النتيجة. كنت متفائل بتعادل، يعني قايل تعادل وخلاص، يعني متأمل في التعادل، لكن الحمد لله الشباب ما قصروا، لعبوا بروح عالية جدا وطالعين بنتيجة 2-1 يعتبر شيء تاريخي للمنتخب السعودي، وحظا أوفر قادما إن شاء الله المنتخب الأرجنتيني. أن السعودية تفوز 2-1 وكان التوقع، وهذا صديقي شاهد على الموضوع، وكنت بتحدثنا هو يقول لي لا ما في إمكانيات وغيره، قلت له لا، المنتخب السعودي بيلعب كفاءة عالية ومنتخب جاي للفوز، إذا ما للفوز إنه يؤدي أداء مشرف. وأنا كان توقعي من البداية 2-1. كان عندي حدث وكنت واثق في المنتخب السعودي، وكنت يعني الشيء اللي خلاني أنا أتحمس وأتشجع يعني ويكون معي هذا الحدث تصريح مدرب منتخب السعودية، إنه قال إحنا مش جايين هنا للنزهة، إحنا جايين نفوز، جايين نلعب. فواضح من تصريح المدرب إنه هو عامل خطة وعاوز إنه يفوز. لو قلت لك اختار لي واحد من لاعبي السعودية يكون رجل المباراة؟ كلهم